طيب وانا معرفش اذا كان ابني ليه في مجال البرمجة او التصميم ولا لا. عندنا في سكول الموضوع بيختلف جدا، لان احنا عندنا بنبدأ بالحصة التجريبية واللي فيها بنشوف اهتمام الطالب وهل هو فعلا مركز في اللي هو بيتعلمه. بعد الحصة التجريبية واللي هو المفترض ان احنا عرفنا ان هو عنده اهتمام في البرمجة او التصميم، بنخش الحصص الحقيقية. بعد اول حصتين بيكون المدرس اتعرف على الطالب وعرفوا ان هم يبدأوا يشتغلوا مع بعض، وهنا المدرب بيفهم الام مستوى تركيز الطالب، مستوى فهمه، وهل عنده اهتمام في مجال التصميم او البرمجة او لا اصلا. وفي خلال الكورس دايما بيبقى فيه متابعة دورية ما بين الانستراكتور وما بين الام كل 4 حصص، عشان يأكدوا على المستوى اللي وصلوا له والحصص وايه اللي حصل فيها، وفي نفس الوقت ايه اللي هو اتعلمه وايه اللي نفذه. وكده نكون سهلنا على كل الامهات ان هي تتابع ابنها من بعيد وتعرف ايه اللي هو اتعلمه وايه اللي هو نفذه في نفس الوقت.